السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا. إيه الموضوع؟ هل إحنا بنربح ولا بنخسر؟ يعني إيه؟ هقول لحضرتك، هكلمك في 3 معايير تعرف من خلالهم حضرتك بتربح ولا بتخسر. أول معيار وهو تكلفة الفرصة البديلة. يعني إيه تكلفة الفرصة البديلة؟ يعني مثلا حضرتك معاك 100,000 جنيه، حطيتهم شهادة في البنك اللي هي 20%. الشهادة دي هتطلع لك في آخر السنة دخل ب20,000 جنيه، يعني فلوسك هتزيد هتبقى 120,000. حلو. طيب أنا دلوقتي لو معايا 100,000 جنيه دول حطيتهم في مشروع استثماري أو استثمرتهم في البورصة، طلعوا لي آخر السنة 115. هل أنا كده ربحان؟ لا، أنا مش ربحان. أنا خسران 5000 جنيه، يعني خسران 5%. أي نعم أنا كسبان 15%، لأن أنا رأس مالي زاد بقى 115، بس أنا في الحقيقة أنا خسران. ليه؟ لأن أنا لو كنت حطيت 100,000 جنيه دول في البنك طلعوا لي 120، يبقى أنا كده خسران 5000 جنيه أو 5%. دي أول حاجة. تاني معيار وهو التضخم. دلوقتي التضخم في مصر حاليا 40%. لو انا معايا 100,000 جنيه دول حطيتهم في مشروع استثماري طلعوا لي 120، يبقى انا خسران 20,000 جنيه. لو انا مش خسرانهم فلوس، خسرانهم قوة شرائية. يبقى تاني معيار مهم جدا وهو التضخم. انا بشوف التضخم في البلد اللي انا فيها كام، وبحدد بناء عليه الربح اللي المفروض يطلع لي من اي مشروع او من البورصة عموما او من اي مشروع استثماري او من اي استثمار. ده تاني معيار. تالت معيار، حضرتك بتستثمر في مجال معين او حضرتك عندك مشروع في مجال معين، زي مثلا فرضا مجال الأغذية. حضرتك بتشوف المشاريع الأخرى أو الشركات الأخرى اللي شغالة في نفس المجال متوسط ربحها السنوي كام، وبتحدد حضرتك الربح بتاعك اللي طلع لك آخر السنة هل هو قريب من ربح الشركات الأخرى ولا بعيد. بناء عليه حضرتك بتحدد انت كويس ولا مش كويس. يبقى في 3 معايير. اول معيار تكلفة الفرصة البديلة، تاني حاجة التضخم، تالت حاجة متوسط ربح الناس اللي شغالة في المجال اللي حضرتك شغال فيه، سواء في البورصة او في اي قطاع او في اي مجال استثمار حضرتك شغال فيه. دي كانت حاجة أو نبذة بسيطة عن حضرتك بتربح أو بتخسر، وأتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى من حضراتكم متابعة قناة أكاديمية عواد والاشتراك في قناة أكاديمية عواد لمتابعة كل جديد من إصدارات القناة. شكرا لحضراتكم جدا، ونلتقي في فيديوهات أخرى، وأهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.